اسكندرية الجميلة وناسها الحلوة، كل اللي راحوها في الصيف فض همه هناك في البحر. بس الشتا لما بيجي بيرجع يرمي الهموم دي تاني على الشط وعلى الناس اللي موجودين. تفتكروا ايه اللي حصل في اسكندرية الشتا اللي فات؟ تابعونا النهاردة في حكاية جديدة معاكم معتز في جرعة أدرينالين. زي أي شباب موجود في الجامعة، جت أجازة نص السنة وكنا عايزين نغير جو. قلنا هنروح نغير جو في اسكندرية، بس اسكندرية سحرها صيف وشتاء ملوش حدود. قلنا هناخد القطر ونروح على هناك، ووصلنا والكل كان في اليومين دول بيقول إن في نوة جاية. قلنا نبدأ نشوف شقة عشان نغير جو ونقعد ونشوف هنعمل ايه. الصحبة كانت 4: مصطفى وحسن وإسلام وأنا حمزة. مصطفى كان عارف واحد سمسار فضل يتصل بيه، بس للأسف مردش علينا. لقينا مطعم فول وفلافل، دخلنا أكلنا وكنا جعانين جدا من السفر وتعبانين قوي. ارتحنا شوية في المطعم، وحسن وإسلام ضربوا صحبية كده على الناس اللي موجودين في المطعم ودلوهم على واحد بواب في عمارة في العجمي. أخدوا رقمه وحاولوا يتصلوا بيه، بس الموبايل بتاعه مقفول. قلنا يمكن الشبكة، واسكندرية هناك أصلا فيها مناطق كتير الشبكة فيها مش أحسن حاجة. وصلنا للعمارة في منطقة العجمي، باين إن المنطقة ما فيهاش ناس كتير قوي، يعني منطقة مصايف بس. وخصوصا العمارة دي شكلها مش مسكونة أصلا من الصيف أو أكتر. فتحنا باب العمارة ودخلنا. حسن وإسلام دخلوا على أوضة البواب وخبطوا، محدش رد. طلعنا بره العمارة ووقفنا تاني كده، حاولنا نتصل بالبواب بس برضه الموبايل مقفول. شوية ولقينا حد بينده علينا: انتوا مين؟ كلنا بصينا مرة واحدة، لقينا واحد واقف على باب العمارة، شاب تلاتيني كده، ملامحه باين عليه من الصعيد وعلى وشه تكشيرة غريبة. حسن وإسلام استلموا الكلام كالعادة، سلموا عليه وسألوه على شقة كنا عايزينها كده ل5 أيام. البواب اسمه عبد الرحمن، وحسن وإسلام ظبطوا كل حاجة وحاسبوا البواب عبد الرحمن على الإيجار، وكله الدنيا بقت تمام. طلع معانا وادانا المفتاح وفتح الشقة. أول ما دخلنا كان فيها ريحة برفان حريمي جميلة جدا. عبد الرحمن لما دخل الشقة وقف كده وسرح شوية. طبعا مصطفى مسكتش، قطع السرحان بتاع عبد الرحمن ده وقال له: ايه يا عم عبده، خليك معانا شوية، الشقة شكلها غالي عليك. عبد الرحمن بص لمصطفى وما اتكلمش كتير، خد بعضه وقام نازل. طبعا بدأنا نقعد ونرتاح ونغير هدومنا ولفينا في الشقة كده وطلعنا البلكونة شوية. المنظر كان يجنن والجو تحفة. كنا بالليل وقلنا هنتعشى وبكرة نتحرك كده. دخلنا نمنا، بس مصطفى ما جالوش نوم. كنا جايبين معانا شاي وقهوة، وهو دخل عمل لنفسه كده فنجان قهوة وراح على البلكونة. الستاير كانت خفيفة. الصدمة انه وهو رايح على البلكونة اتخيل ان في واحدة واقفة هناك في البلكونة، شكلها باين جدا من ورا الستارة. مصطفى بيكمل كلامه وبيحكي: انا اتسمرت في مكاني من الرعب. مين دي؟ ودخلت البيت ازاي؟ رحت اجري اشوف مين دي، فتحت الستارة بسرعة وفتحت البلكونة، ما لقيتش حد. واللي رعبني اكتر ان باب البلكونة كان مقفول. دخلت جري اشوف مين كان صاحي منهم، يمكن مقلب ولا حاجة. لقيتهم كلهم نايمين. انا حسيت ان انا مش فاهم اي حاجة. قلت لا، انا كده زي الفل، انا هنام والصباح رباح. اليوم كان طويل قوي وسفر وبهدله وتنطيط، لا لا كده كفايه، انا هخش انام احسن. تاني يوم كله صحى على الظهر كده، وجهزنا نفسنا واكلنا وفطرنا ونزلنا خرجنا وقضينا اليوم. واتمشينا كده على كورنيش، المطره بدأت تشتغل معانا.
شويه وروحنا. بعد كده غيرنا هدومنا وقعدنا شويه نحكي ونهزر واكلنا واتعشينا وكملنا فرجه على المطره من البلكونه. شويه والنوم بدأ يكبس علينا. طبعا الجو كان برد جدا. تقلنا كلنا ودخلنا نمنا. بس اسلام وحسن ما جالهمش نوم، فضلوا قاعدين شويه مع بعض. حسن بيكمل كلامه وبيقول سهرت انا واسلام شويه، وكان عايز يحكي معايا شويه على البنت اللي كان بيحبها. عملنا كوبايتين شاي وتقلنا في الهدوم وطلعنا في البلكونه. قعدنا نحكي ونتكلم والكلام اخدنا لان الوقت كان قرب من الفجر. دخلنا كده من البلكونه وسمعنا حاجه غريبه جدا في الشقه. ده صوت بنات بتضحك وبتهزر في الشقه. ايه ده؟ وحمزه ومصطفى جابوا بنات في البيت ولا ايه؟ سالت اسلام اللي كان مستغرب اكتر مني. بيقول لي بنات ايه؟ ده انا سايبهم نايمين. دخلنا بسرعه نشوف في ايه، واول ما قربنا من باب الاوضه اللي فيها حمزه ومصطفى وكانوا نايمين ساعتها، الصوت وقف واختفى. فتحنا الباب لقيناهم فعلا نايمين. قلنا يمكن جاي من عند الجيران او عماره جنبنا. سكتنا وما اتكلمناش كتير، بس كنا في علامات استغراب وكنا متعجبين قوي من اللي حصل ده. قلنا كده كفايه ودخلنا نمنا طبعا. شويه وحمزه قلق من النوم وكان جعان قوي. قام من النوم وراح يشوف التلاجة عشان ياكل اي حاجه. بيبص على السفره، لقى اكل محطوط. صواني مكرونه وفراخ مشويه وسلطه وعيش. والحلو اكتر ان الاكل كان دافي. صراحه انا ما عرفتش امسك نفسي. حمزه كان بيقول، وقعدت اكلت والاكل كان جامد جدا. فضلت اكل لحد ما شبعت، وقلت والله العيال دي جدعان جدا. ده جابوا الاكل الحلو ده منين يا ترى؟ بعد ما اكلت ورحت على المطبخ بقى اعمل كوبايه شاي. وانا واقف كده بغلي الميه في المطبخ ومستني الميه تسخن، سمعت صوت واحده جاي بيكلمني من على باب المطبخ. بتقول لي عجبك الاكل؟ اتخضيت جدا ولفيت وشي بسرعه على باب المطبخ. لمحت طرف واحده معديه من قدام الباب. انا دمي نشف في اللحظه كده، فكرت العيال بيعملوا مقلب فيا. مش فاهم اي حاجه. انا عارف ان هما بيعملوا مقالب وحكايات كده، وببص لقيته كله نايم. طلعت من المطبخ مفيش حد صاحي. فتحت نور الشقه كله وصحيتهم، وفضلت اجري وانا مخضوض ومرعوب. اصحى يا ابني انت وهو، اصحى يا عم انت وهو، وبطلوا استظراف الحركات اللي انتوا بتعملوها دي. الكل بدأ يصحى ومحدش فاهم حاجه. لقيت مصطفى بيقول لي ايه يا ابني انت بتزعق ليه؟ قلت له يعني انت مش عارف؟ يعني انت مش فاهم ايه اللي حصل؟ والحركات اللي انتوا بتعملوها والاستظراف بتاعكوا ده، انتوا عاملينها، اللي انتوا عاملينها ده كله ينفع؟ كلهم عمالين يبصوا لبعض ومحدش فاهم اي حاجه. اسلام بيقول لي يا حمزه ما تهدى شويه، هو في ايه؟ ما تقول لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ انت عمال تزعق ليه ومتنرفز معانا؟ رديت عليه كنت متنرفز جدا. بص يا اسلام، يا عم تسلم ايدك انت وحسن واي حد فيكم عمل الاكل الحلو ده، بس اللي انتوا عملتوه والحركات اللي انتوا عاملينها دي مش حلوه. وبطلوا الاستظراف اللي انتوا بتعملوه ده. وحد فيكم يجي ويتنطط ويهزر ويجري من قدام باب المطبخ وعاملين لي فيها بنت. ليه الحركات اللي ملهاش لازمه دي يعني؟ الكل استغرب من الكلام. حسن بيسالني اكل ايه يا حمزه اللي انت بتتكلم عنه؟ انت قصدك على شويه الجبنه والحاجات اللي احنا جبناها من السوبر ماركت قبل ما نطلع؟ رديت عليه وانا متضايق جدا. لا يا عم حسن، الاكل اللي بره اللي على السفره، المكرونه والفراخ والسلطه والحاجات الحلوه اللي انتوا حاطينها بره. كله سكت وكان متعجب جدا وعمالين يبصوا لبعض ومحدش فاهم فيه ايه. مصطفى سالني ورينا الاكل اللي بره ده كده، الاكل ده محطوط فين يا حمزه؟ قلت له تعالى يا عم مصطفى، تعالوا شوفوا كلكم. انا مش عارف يعني انتوا مستغربين على ايه يعني. طلعنا كلنا عشان نشوف الترابيزه اللي بره. الصدمه ان ما كانش فيه اكل ولا كان فيه اي حاجه. كلهم عمالين يبصوا لي من فوق لتحت كده ومتضايقين قوي من اللي حصل واللي انا عملته. اسلام وحسن عمالين يتريقوا ويقولوا لي انت للدرجه دي وحشك اكل الحاج يا عم ولا ايه؟ ده ما كانوش يومين احنا قعدناهم هنا. شويه وراجعين يا عم حمزه ما تقلقش. بس مصطفى كان ساكت، كان ما بيتكلمش. قال لهم على فكره حمزه ما بيكدبش، لان انا امبارح برضه حصل معايا حاجه بس ما كنتش متاكد منها. انا حاسس ان في حاجه غريبه بتحصل.
بس كدبت نفسي في كل حاجه انا شفتها. اسلام وحسن لقيتهم مره واحده بيسالوا مصطفى: يعني انت شفت ايه يا عم؟ ما تقول لنا، انتوا كده انتوا عمالين تقلقونا واحنا قاعدين، في ايه اللي حصل؟ ومصطفى وضح لهم كل حاجه من اللي هو شافها بالظبط. اسلام وحسن نظرتهم بدات تتغير بعد ما انا ما حكيت الموقف بتاعي، ومصطفى حكى لهم كمان هو اللي شافه ايه. مالكوا انتوا الاتنين؟ قالوا انهم قبل ما يناموا برضو سمعوا صوت بنات بتضحك في الشقه، وما كانوش عارفين الصوت ده جاي منين. مره واحده واحنا واقفين سمعنا باب الاوضه اللي جوه اتقفل واترزع جامد كده. الكل اتخض شويه، والباب التاني اللي بعده قفل، ومره واحده كل البيبان بدات عماله تتخبط زي ما يكون حد عمال يقفل ويفتح فيها بعنف شديد جدا. خدنا بعضنا ونزلنا نجري على السلم. اول ما نزلنا تحت رحنا على اوضه البواب عبد الرحمن، الاوضه مقفوله بالقفل. جرينا على باب العماره لقينا الباب مقفول بالجنزير، مش عارفين نعمل ايه، واحنا حتى الموبايلات نزلناها فوق، ونزلنا جرينا من الرعب اللي احنا كنا شايفينه فوق. مصطفى قال لنا: خلاص خلينا هنا لحد ما عبد الرحمن ده يجي، ولا لحد النهار ما يطلع وبعدين نشوف ايه اللي احنا فيه ده. كنا احنا اصلا قربنا من وقت الفجر، بس شويه اللي عدوا علينا دول واحنا مستنيين النهار يطلع كانهم ايام وشهور. فضلنا قاعدين كلنا ومن كتر التعب نمنا على السلم. الوقت تقريبا قرب من الظهر، صحينا على صوت باب العماره وهو بيفتح، حد بيفتح القفل والجنزير. راجل غريب ومعاه واحد تاني كده بيفتح، وهو متنرفز وبيكلمنا: انتوا مين؟ وبتعملوا ايه هنا؟ ودخلتوا هنا ازاي اصلا؟ اسلام رد عليه وقال له: حضرتك احنا مأجرين الشقه اللي فوق هنا في العماره، وحصل موقف وما عرفناش نقعد في الشقه، جينا ننزل ما لقيناش البواب ولقينا الباب مقفول زي ما حضرتك ما شايف، حضرتك اللي لسه جاي فاتحه. رد علينا الراجل التاني وبيقول لي: بواب مين يا بيه؟ انا البواب اللي هنا ومحدش موجود غيري. احنا كلنا اتصدمنا من الكلمه اللي هو قالها. حسن رد عليه وقال له: لا، كان في بواب هنا، البواب اللي هنا احنا مأجرين منه الشقه، هو اللي مدينا المفتاح، البواب ده اسمه عبد الرحمن. انت مين اصلا؟ الراجل اللي كان واقف هو والتاني اللي معاه مره واحده عينيهم برقت وبصوا لبعض هما الاتنين، وهما الاتنين مستغربين جدا. واحد منهم طلع تليفونه وطلع صوره منه وقال لي: هو ده اللي اجر لكم الشقه؟ بصينا كلنا واكدنا ان هو عبد الرحمن اللي اجر لنا الشقه. الراجل اللي كان بيكلمنا بص للتاني اللي معاه قال له: روح يا عم هات الشيخ، نادي للشيخ احمد يا عم خليه يشوف اللي احنا فيه. طلع التاني اللي بيقول ان هو بواب العماره راح جاب الشيخ احمد، كان قاعد في عربيه راكنه قدام باب البيت بالظبط. دخلوا هما الاتنين وطلعوا على فوق، قلنا لهم احنا لينا هدوم وحاجات فوق. الراجل اللي واقف معانا قال لنا: ما تخافوش، حاجتكم هتاخدوها. مصطفى ساله: هو حضرتك مين بالظبط؟ وايه المشكله مع البواب اللي اسمه عبد الرحمن ده؟ الراجل اللي كان واقف معانا قال له: يا استاذ، انا اسامه، واحد من صحاب البيت، احنا كلنا اخوات وارثين البيت مع بعض. انا ما عنديش مشكله مع عبد الرحمن، المشكله بينه وبين ربنا، وهو اتصرف معاه بقى ربنا بمعرفته. كلام اسامه خلانا كلنا نستغرب، ايه ده؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ وهو ليه بيتكلم معاه بيقول مفيش مشكله وعند ربنا، وايه الموضوع؟ حسن ساله: هو عبد الرحمن ده يعني سرق حاجه ولا عامل حاجه ولا عامل مشكله مع حد يعني؟ استاذ اسامه كمل كلامه وقال لنا: بالعكس، عبد الرحمن ده كان انسان محترم جدا، بس للاسف الشيطان شاطر. احنا كلنا واقفين ومش فاهمين اي حاجه. اسلام ساله: هو ايه الموضوع حضرتك بالظبط؟ انا عايز افهم، وليه بتتكلم عنه بصيغه الماضي؟ ولا هو عشان يعني مشي من العماره؟ اجابه استاذ اسامه كانت صدمه كبيره جدا بالنسبه لينا. استاذ اسامه كمل كلامه ورد علينا رد خلانا كلنا مرعوبين من الكلام اللي قاله. قال لنا: طبعا ده واحد اتنفذ فيه حكم الاعدام من سنه، عايزين نقول عليه ايه؟ حمزه ساله وهو مرعوب: هو مين ده اللي ميت؟ ومين اللي اتنفذ عليه حكم الاعدام من سنه؟ امال مين اللي مأجر لنا الشقه؟ ومين اللي اخد مننا الفلوس؟ ومين اللي ادانا المفتاح ده؟
استاذ اسامه رد علينا وعرفنا وقال لنا الحكايه كلها. عبد الرحمن ده كان هو بواب العماره، وكان ليه واحد سمسار في المنطقه معانا بلدياته، وكان في بنتين موجودين هنا في الشقه قبل كده في العماره عندنا، كانوا برضو جايين في الشتاء. اللي حصل ان البنتين كانوا جمال قوي، لدرجه ان الجمال بتاعهم استفز المشاعر بتاعت الاتنين. فضلوا يخططوا هما الاتنين ان هما عايزين يدخلوا عليهم الشقه، وفضلوا وراهم لحد ما ظبطوا الدنيا وظبطوا المواعيد بتاعتهم، وعرفوا ان هما يهجموا عليهم في الشقه. اغتصبوهم، وبعد ما اغتصبوهم قتلوهم. ومن بعد اللي حصل ده ما بقاش في حد بيقعد في العماره، ولا حتى بيكمل فيها ليلتين على بعض، من اللي بيشوفوا او اللي بيسمعوا. ده في ناس هنا كانت هترمي نفسها من البلكونات، وفي ناس كانت هتموت هنا. ده انتوا الحمد لله ان انتوا ما حصلكوش اي حاجه. استاذ اسامه بعد ما الدنيا ما هديت والشيخ احمد والبواب اللي معاه نزلوا، طلع معانا لحد الشقه ولمينا حاجتنا وغيرنا هدومنا، ونزلنا ورجعنا تاني على القاهره. الرحله كانت جميله، بس كويس اننا رجعنا بخير. ومن ساعتها بطلنا نسافر وبطلنا نروح في اي حته. نتمنى تكون الحكايه عجبتكم، ولو عايزين تصيفوا اتاكدوا الاول ان البواب بني ادم زينا. ولو سمعت الفيديو لحد هنا ما تنساش الاشتراك واللايك، وان انت تتابع القناه بتاعتنا. شكرا ليكم وشكرا لحسن استماعكم.